رسالة واحدة بس ممكن تسحب فلوسك وتصفر حسابك في ثواني، خصوصا بعد ما انتشرت شكاوي كتير الفترة اللي فاتت من ناس حساباتهم اتسحبت فجأة من غير ما يحسوا ولا يعرفوا ايه اللي حصل. انستا باي حذر بشكل رسمي وقال محدش يشارك اي بيانات ولا يضغط على رسائل او مكالمات مجهولة، علشان في رسالة مجهولة بتيجي على الموبايل بتقولك اتخصم من حسابك. الرسالة شكلها مقنع جدا وبتخوفك، فتدخل على انستا باي تطمن، وفي اللحظة دي بيكون في اختراق شغال في الخلفية وبينسخ بياناتك وبيسحب الرصيد كله بسرعة. في ناس طلعت وقالت ان الشاشة بتقفل فجأة وبيطلع لك شكل تحديث للموبايل وانت فاكر ان ده تحديث عادي، هو في الحقيقة شاشة وهمية، واول ما بتضغط تحديث بتكون فلوسك كلها اتسحبت خلاص. في حالات اتسرق منها اكتر من 80,000 جنيه وحالات تانية عدت ال 140,000 جنيه. علشان كده انستا باي حذر عملائه وقال حمل التطبيق من المصادر الرسمية بس زي جوجل بلاي او ابل ستور، ولو لقيت موبايلك بدأ يعمل تحديث لوحده او شاشته اسودت افصل الانترنت فورا واقفل الموبايل خالص. دلوقتي بقى قول لنا اتسحب من فلوس حسابك فجأة قبل كده ولا لأ؟